انت عارف الموضوع محير فعلا. تختار القلم الاس بين والزوم الاقوى في جسم موبايل تقليدي، ولا تاخد موبايل بجسم غير تقليدي في شاشتين جامدين جدا، اتنين في واحد، موبايل وتابلت في نفس الوقت. اهلا بيكم مع تجربتي للسامسونج جالاكسي زي فولد 7. اول مره سامسونج تعمل موبايل فولد قابل للاستخدام بشكل يومي من غير ما يضايقك. غصب عني وانا بجرب الفولد كنت بقارنه بالاس 25 الترا. انا عارف ان ده حاجه وده حاجه، بس انا ما قدرتش امنع نفسي عن ده. فخلينا في فيديو النهارده بعيدا عن الاسعار، انا كده براجع معاكم كل الموبايلات من اول الاقتصاديه لحد الفلاج شيب. خلينا نشوف النهارده هل سامسونج رفعت سقف التجربه بتاعتها في الفولد 7 وخلته فعلا افضل موبايل رائد عندها، ولا مازال وانت ماشي بالفولد 7 هتحتاج لموبايل ثانوي جنبه. كل الكلام ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده، فزي ما انت متعود لايكك جميل، دعواتكم لاخواتنا بالفرج القريب، ويلا بينا نبدا المراجعه. بداية بالتصميم، انا معجب جدا باللون الازرق بتاع الفولد 7. يا جماعة فعلا اللون على الحقيقة تحفة، ازرق مشبع جدا، يعني هيحببك في الموبايل اصلا من غير ما تفتحه. الفولد 7 عمل دايت كبير، شايف عامل ازاي جنب الفولد 6 القديم؟ مش ممكن. شكرا لسباق الشركات الصينية اللي اجبرت سامسونج ان هي تعمل تغيير جذري في ابعاد الفولد بتاعها. الموبايل رفع كتير على الحقيقة، سواء وهو مقفول تخانته نزلت من 12.1 مللي ل 8.9 مللي. الفولد 7 وهو مقفول بقى زيه زي اي موبايل عادي، مش موبايل تخين ويضايقك. وكمان وهو مفتوح رفع من 5.6 مللي ل 4.2 مللي بس، وهو مفتوح رايح لكونه تابلت رفيع جدا في ايدك. كمان الدايت ما كانش في الابعاد بس، في الوزن كمان، وزنه نزل من 239 جرام ل 215 جرام. واركن الارقام خالص على جنب يا جماعه، الموبايل فعلا خفيف في الايد. يعني انا دايما بقول ان الالترا خفيف في الايد بالنسبه للموبايلات الفلاج شيب المنافسه الثانيه. انا عاوز اقول لك ان الفولد هتحسه وهو في ايدك اخف من الالترا، والابعاد بتاعته احلى واريح للاستخدام بايد واحده وهو مقفول طبعا. بس خلي بالك ان الرفع الزياده ده مأثر شويه على تجربه فتح وقفل الموبايل، لان هو بقى رفيع قوي، فلازم تبقى انت مركز وانت بتفتح الفولد. دي حاجه انا خدت بالي منها، غير الفولد 6 القديم تماما. وفي معلومه برضو، المفصله هنا يا جماعه متينه جدا ومحترمه جدا، وبتقف تقريبا في معظم الزوايا اللي انت محتاج. يعني بص الموبايل معمول ازاي دلوقتي من غير ما يقفل، كل ده لسه ما قفلش، تعمل كده يقفل. فهو فعلا المفصله ماسكه نفسها ومفصله متينه جدا. بس زي ما قلت لك يعني ايه، هتاخد شويه وقت كده على ما تتعود ازاي تفتح الموبايل وانت مش مركز ان انت بتفتح الموبايل. من ناحيه الخامات، فهو بيجي بفريم من الالومنيوم المحترم وظهر من الازاز المحمي بجوريلا فيكتوس 2. خامات محترمه جدا، ولكن لا تقارن بخامات الالترا، خصوصا في الفريم اللي من التيتانيوم. الالترا يا جماعه انا ماشي بيه بقالي 5 أو 6 شهور تقريبا من غير ما احطه في الجراب. هتقول لي جبت قلبي ازاي؟ هقول لك ما اعرفش، مسكته في الايد حلوه وقلت اجرب، وفعلا الفريم بيستحمل. الموبايل ده تقريبا بيقع مني كل يوم في الجيم وما بيحصلوش حاجه. ولكن انا ما اقدرش اعمل ده، او ما يجيليش قلب اعمل ده في الفولد، لان هو فريمه من الالومنيوم مش الجريد بتاعت التيتانيوم اللي بتستحمل اكتر. ده غير ان هو فولد طبعا وفيه مفصله وحوارات، هتخاف ان هو يقع مره واحده دايركت على جسمه من غير ما يكون فيه جراب. بس السبب الاكبر والادعى انك تشتري له جراب هو البروز بتاع الكاميرا العملاق اللي سامسونج ما عرفتش تعمل ايه في العدسه ال 200 ميجا بكسل الكبيره، علشان جسم الموبايل رفيع. تزنق العدسه فين؟ فالموبايل كده ايه، هتلاقيه بيرقص على المكتب. فيعني الرقصه دي مستفزه جدا وانت حاطه على ظهره، يا اما تحطه على وشه يا اما تشتري جراب. فالجراب هيحمي لك الخامات بتاعه الموبايل علشان تحافظ عليه اكتر، لان ده فولد مش موبايل الترا، وفي نفس الوقت هيغطي لك البروز ده. واخر حاجه كالعاده، الفولد 7 مقاوم للميه بشهاده IP48. دي الشهاده المعتاده اللي بتبقى موجوده في الموبايلات الفولد. ونروح للشاشات. السبب الرئيسي اللي يخليك عاوز تستخدم فولد وخصوصا من سامسونج دلوقتي، لان الشاشتين ممتازين. الشاشه الخارجيه بحجم 6.5 بوصه، طبعا دايناميك اموليد الجيل الثاني فول اتش دي بلس بتردد متغير من 1 ل 120 هرتز، اعلى حاجه موجوده عند سامسونج. لكن الفكره ان الشاشه بقت بابعاد 21 ل 9. الشاشه نفسها الخارجيه اعرضت شويه، فبقت قابله للاستخدام بشكل افضل بمراحل من الفولد 6 القديم. ما تتخيلوش ال 0.2 انش دول فرقوا ازاي، لان
لان هم جم كلهم في العرض بتاع الشاشه، فالكيبورد اتفرشت في مساحه كبيره، فالتايبنج دلوقتي بقى مميز جدا على الشاشه دي اللي تقدر تعمل عليها اي حاجه. يعني انت ممكن تستخدم كامل قوه الموبايل في الشاشه الخارجيه من غير ما تحتاج تفتح الشاشه الداخليه. بس الفكره في ايه؟ الفكره ان انت دلوقتي معاك شاشه خارجيه ملمومه ومش وحشه، لا دي شاشه رائده ملمومه. هحاول اوصل لك اللي انا عاوزه. عارف لما تيجي تروح تشتري موبايل الترا او موبايل برو ماكس علشان تاخد افضل تجربه ممكنه، اكتر حاجه بتضايقك هي الشاشه الكبيره اللي بتبقى صعب ان انت تستخدمها بايد واحده، خصوصا لو انت ايدك صغيره، فبتبقى محتار طب اجيب العادي مش الالترا ولا مش البرو ماكس واخد شاشه ملمومه، ولا اروح للامكانيات القويه في الالترا او في البرو ماكس. الفولد حللك النقطه دي، لان انت معاك الشاشه الخارجيه ملمومه لو انت عاوز تستخدم الموبايل بايد واحده في اي وقت في التايبنج السريع وانت سايق وانت ماشي وانت بتعمل اي حاجه مش مركز. الشاشه الخارجيه هنا بيرفكت في الاستخدامات دي. في نفس الوقت تفتح الفولد معاك بقى مش شاشه داخليه، انت معاك تابلت عملاق محترم جدا، يعني بسطوع ممتاز بالوان ممتازه، 8 بوصه دايناميك امل الجيل الثاني بتردد متغير من 1 ل 120 هرتز. كل التكنولوجيا اللي انت ممكن تحتاجها موجوده في الشاشه الداخليه هنا، اللي هتدي لك تجربه اكنها فعلا تابلت مش موبايل خالص. وعاوز اتكلم عن حاجه دلوقتي، المكان بتاع تانية الشاشه، عشان انا يعني مش هقول ظلمته في الفيديو الانطباعات الاوليه، بس انا كنت بجرب موبايل تيست كان حالته سيئه جدا، ومعرفش الموبايل ده بصراحه طلع من مصنع سامسونج ازاي، لكن لما شفت الفيديوهات على النت قلت ايه ده، هو تانية الشاشه ازاي مش ظاهره زي الموبايل اللي انا جربته؟ هي الناس دي بتحور. طلع لا، ان هو الموبايل اللي احنا جربناه كان فيه ازمه او كان فيه مشكله. الموبايلات الفولد اللي طالعه فاينل من المصنع كلها ال7 من سامسونج، تانية الشاشه اتحسنت بمراحل عن الفولد 6 القديم. واللي يغيظك ان سامسونج اصلا ما جابتش سيره الموضوع ده عادي، يعني اللي هو يا جماعه دي حاجه مهمه المفروض كنتوا تتكلموا عنها بشكل افضل وتشرحوها بشكل افضل. ولكن على ارض الواقع تانية الشاشه ما بقتش ملحوظه وانت باصص دايركت على الشاشه، وحتى لو انت لفيتها يمين او شمال حاجه بسيطه، ولكن طبعا لما تيجي تميلها بعنف هتشوف المكان بتاع التانية. بس هي يا جماعه ما بقتش ملحوظه وما بقتش مؤثره قوي. وهقول لك حاجه برضو لازم تكون عارفها، كل الشركات الصينيه اللي بتنزل فولد ويقول لك بص مكان تانية الشاشه مش ظاهر ازاي، اديله اسبوع استخدام، بس اسبوع مكثف من الاستخدام فتح وقفل، وهتلاقي مكان التانية ظهر، لان الشاشه بتتمدد شويه مع المفصله. قصه كده الموضوع ده حصل معايا في موبايل فولد جربته لسه من شهر او من شهرين بس بدون ذكر اسماء، يعني ده هو جاي مظبوط علشان التانية دي ما تزيدش منك وتقول هو ايه اللي حصل في الشاشه، فهي مظبوطه على الاستخدامات اليوميه اللي هتتعود عليها. انا مش بدافع عن الموبايل، انا اتمنى ان انا اخد شاشه بدون انحناءات تماما وبدون مكان تانية مفصله، بس تفضل مستمره معايا بعد فتره من الاستخدام، مش اسبوع والاقي مكان التانية رجع يظهر تاني. طبعا افضل تجربه شاشات هتاخدها سواء الشاشه الخارجيه او الداخليه في الفولد 7، احسن حاجه عند سامسونج احسن الوان، تقدر تعزز الالوان بزياده براحتك من اعدادات الشاشه. الشاشتين متطابقين بالظبط في جوده الالوان والسطوع كمان، على فكره الاثنين 2600 نيتس، الاثنين سطوعهم ممتاز تحت الشمس، متكافئ للاس 25 الترا بالظبط بدون اي هزار. ودي حاجه كويسه وقويه جدا ان انت تاخد شاشتين بالتجربه الممتازه دي. ولكن عندي تعليقين على الشاشه الداخليه بعيدا عن تانية المفصله اللي خلاص ما بقتش تعليق. اول حاجه هي ثقب السيلفي اللي مش عارف اتعود عليه، يعني فولد 6 كان بشاشه كامله والثقب السيلفي مدفون، دلوقتي الثقب ظاهر فواخد كاميرا سيلفي احسن، بس احنا كده كده عندنا كاميرا سيلفي في الكفر سكرين وعندنا كاميرات ورا كتير ممكن نتصور بيها اصلا سيلفي. فيعني انا كنت احب ان سامسونج تكمل في نهج ان انت تاخد شاشه تابلت كامله بدون ثقب سيلفي، ولكن ده ما حصلش. بس اقول لك دي تعدي عادي، ممكن مع الوقت عينك تتعود عليه. ولكن الحاجه الثانيه اللي مش عجباني ومش هعرف اتعود عليها ان مفيش دعم للقلم دلوقتي. طبعا عشان سامسونج ترفع الموبايل قوي، فمش عارف فرقت معاهم في 0.1 ملي علشان دعم القلم. احنا كنا بنجري ورا السباق بتاع الشركات الصينيه وتغافلنا يا سامسونج عن مميزاتك القويه، وهي القلم. القلم حاجه قويه جدا خصوصا على شاشه كبيره عملاقه زي دي، هتفيد جدا في المالتي تاسكينج وفي الاستخدام. القلم غير مدعوم تماما دلوقتي في الفولد، عشان الناس تقول لي لا انت ممكن تشتري له قلم، لا هو مش مدعوم تماما لحد وقت تصوير الفيديو ده. ربنا يستر على الاس 26 الترا اللي فيه تسريبات كتير جدا بتقول ان هو هيرفع وممكن ما يبقاش جواه قلم. انا مش عارف سامسونج بتفكر في ايه، هيطلعوا لك بريبورت يقول لك احنا سالنا وجربنا وشفنا المستخدمين لقيناهم مش بيطلعوا القلم من جوه جسم الموبايل، زي كده حوار الاير جيستشرز اللي قالوا لك ما بيستخدموهاش. يلا ما علينا، نروح لتجربه الاداء المبهره في الفولد 7. الموبايل جايب معالج من كوالكوم سناب دراجون 8 اليت، مش اول مره نجربه، مع 256 جيجا مساحه تخزين بتوصل لحد 1 تيرا، 12 جيجا رام بيوصلوا لحد 16 جيجا، والموبايل جايب 1 UI 8 المبنيه على اندرويد 16، ومعاك 7
7 سنين تحديثات اندرويد، اطول فتره دايما بتاخدها من سامسونج. وحقيقه انا مش عارف سامسونج عملتها ازاي، ولكن لو انا قلت لك دلوقتي ان اداء الفولد 7 احلى من اداء الالترا هتصدقني؟ انا والله ما مصدقني. انا مش عارف ازاي اداء الفولد 7 ناعم وسلس وتحس السوفت وير مظبوط بالملي على الفولد مش على الالترا. جايز علشان دي الواجهه الجديده ال One UI 8 اللي ممكن لما اجربها على الالترا الاقيها بنفس النعومه دي. ما تفتكرش كلامي ان الالترا مش ناعم ولا سلس ولا سريع، انا بكلمك في تجربه احلى موجوده في الفولد 7. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ما اعرفش، ولكن في حاجه تانية بقى، ودي حاجه جوهريه ظاهريه. الحاجه اللي كنت مقلق منها وانا بجرب الموبايل ده لاول مره في الانطباعات وهي السخونه. الموبايل رفيع جدا وفي معالج قوي بكامل كفاءته 8 كور مش 7 كور، مش مقصوص منه نواه. ازاي بقى هيحافظوا على تبريده؟ المفاجاه ان الفولد 7 تبريده احسن من الالترا. يعني الموبايل الفولد 7 ده مش بيسخن زي الالترا، هو بيدفى طبعا وبيسخن شويه خصوصا في الحر اللي احنا فيه، ولكن مقارنه بالالترا اقل حبه حلوين. يعني الالترا ممكن لو ضغطت عليه شويه يوصل للمرحله اللي لما تمسكه في ايدك يضايقك من عند الفريم ان هو سخن. الفولد عمره ما يوصل للمرحله السخونه اللي تضايقك وانت ماسكه في ايدك. وحقيقي الموضوع محير وغريب. يعني سامسونج انت شاطره جدا في التبريد، ولكن لما دورت ورا الموضوع لقيت ان الفولد بيشتغل معظم الوقت ب 75% من كامل قوته للمعالج، وده عشان يحافظ على نفسه من السخونه اللي هتاثر طبعا على الشاشات وهتاثر على البطاريه وهتاثر على اجزاء الموبايل بالكامل. في حركه ذكيه جدا من سامسونج اللي هي مخليه لما تيجي تضغط على الموبايل بغشوميه ينزل ل 75% من قوته. هتقول لي 75% من قوته دي حاجه قليله جدا، اروح بقى اشتري المعالج ال7 كور في موبايل فولد تاني وهاخد تجربه احسن؟ اقول لك لا طبعا، لان ال7 كور اللي في موبايل تاني ده بينزل الترددات برضه، تفتكرش ان هو بيفضل ثابت اداؤه. ف 75% من هنا يا جماعه اكتر من كافيين لاي استخدام انت ممكن تعمله. انا مش عاوز اقول لك انت ممكن تفتح كام تطبيق على بعض عايم وتستخدمهم مع بعض من غير ما الموبايل يفكر ينتش. مش هقول لك يهنج، ينتش معاك. الموبايل فعلا سلس جدا. هتفتكرني بطبل؟ هقول لك من الاخر جرب يا باشا براحتك، شوف بقى فيديوهات ناس تانية. ولكن الفولد 7 في افضل تجربه اداء وسوفت وير موجوده في موبايل قابل للطي اجربه لحد دلوقتي. ممكن يكون في موبايلات تانية احسن ممكن، بس انا ما جربتهاش. طبعا تجربه الجيمنج مش محتاجه اوصف لك، لما تلعب ببجي على 120 فريم على شاشه كبيره زي الشاشه الداخليه 8 بوصه دي تاخد تجربه ممتعه احلى من التجربه اللي موجوده على الالترا بمراحل. نفس المعالج نفس الفريمات، بس وجود الشاشه الاكبر بينقل لك التجربه في حته تانية خالص. رايي من الاخر سامسونج اتقنت وابدعت في جزئيه الاداء في الفولد 7، والموضوع ده مظلوم حقه ومش كل الناس بتتكلم عليه. كله بيتكلم عن الديزاين والبطاريه اللي ما كبرتش والشاشات وتانية الشاشه. يا باشا جزئيه الاداء فعلا مظلومه جدا في الفولد 7. طبعا عندك بصمه على زرار باور وادائها مظبوط بالظبط في نص الجهاز، وانت ماسك هتعرف تدوس على زرار باور من غير اي ازمه. في مايكات كتير، في NFC، في اولويز اون ديسبلاي، في اي حاجه ممكن تفكر فيها، وفي كل مميزات الذكاء الاصطناعي اللي انت ممكن تحتاجها وما تحتاجهاش. نفس التجربه اللي في الالترا واكتر كمان، وانا مش هشرحها لك تاني لان انت اكيد زهقت منها. يعني ممكن ترجع لفيديو الالترا هتلاقي في كل المميزات دي. ونيجي عند الصوت، هو الصوت استيريو ولكن علشان الرفع الزياده ده فسامسونج تحس قللت جوده الصوت شويه. وخلينا كده نسمع الصوت سوا. في فيديو النهارده هنختار مع بعض افضل موبايل بسعر 12000 جنيه او حوالي 250 دولار. طيب ده الفولد. في فيديو النهارده هنختار مع بعض افضل موبايل بسعر 12000 جنيه او حوالي 250 دولار. للاسف دي اول مره اجرب فولد من سامسونج ويكون صوته قليل شويه، يعني صوته اقل من الالترا درجتين. الالترا كده كده مميز جدا في الصوت، لا الفولد 7 المره دي صوته مش مميز قوي، بس ارحم من موبايلات فولد تانية جربتها في حته الصوت اللي هي الموبايلات الرفيعه اللي ما بيعرفوش يحطوا فيها صوت عالي. بس عارف انت الصوت كان محتاج زقه كمان. وشبكات الفولد 7 ممتازه زيه زي الالترا يا جماعه. انا ما بشتكيش تماما من شبكات الالترا، لا تقارن بالجالاكسي اي. علشان انا بشوف ناس بتقارن ما بينهم يقول لك كل موبايلات سامسونج شبكاتها وحشه. امال انا يعني ماشي بالالترا ازاي وبقعد في اماكن شبكتها وحشه وبقعد في اماكن ببقى بعيد شويه عن الراوتر؟ الموبايل ممتاز جدا في حته الشبكات، ما فيهوش اي غلطه في النقطه دي. هنقف شويه عند البطاريه 4400 ملي امبير. ايوه سامسونج ما زودتهاش عشان مش بتستخدم تكنولوجيا سيليكون كاربون. هتكبر البطاريه ازاي في جسم رفيع زي كده؟ وانا مش بدافع عنهم، انا بس دوري ان انا افهمك الفكره بقى في حاجه. خلينا نحكم بالاداء الفعلي للبطاريه. هشرح لك الاول الالترا اللي انا ماشي بيه بقالي شهور. في ابديتس بتظبطه وابديتس بتخلي البطاريه مش افضل حاجه، ولكن احنا دلوقتي تقريبا وانا بصور الفيديو ده في وقت اخر ابديت البطاريه فيه كويسه. الموبايل ده لو استخدامي متوسط بنزل بيه مشحون 100%، برجع اخر اليوم بيكون لسه مكمل معايا. قبل ما انام ممكن يبقى فيه حوالي 30% من البطاريه، وده متوسط. اكيد ساعات بيبقى
اقل او اكتر من كده. على نفس الاستخدام ده بقى في الفولد 7 بيكون معايا قرب ال 20% او اقل حاجه بسيطه، والموضوع بيعتمد على هل انا فتحت الشاشه الداخليه كتير وعليت صداعها، ولا انا كنت معظم الوقت مثلا بره البيت فمش عارف افتح الفولد كتير وبستخدم الشاشه الخارجيه اللي هي بالمناسبه عارف استخدمها عادي المره دي، مش شرط ان انا افتح الشاشه الداخليه. فمن الاخر الموضوع نسبي، ولكن هنحط له متوسط البطاريه بيتبقى فيها من 15 ل 20%، وده اقل درجتين من الالترا ولكن مش كارثيه، يعني كملت معايا اليوم عادي، ما احتجتش ان انا اشحن الموبايل بره البيت. انا عارف ان الرقم يخضك وان الرقم قليل واقل كتير من الشركات الصينيه طبعا، ولكن تعدي مش ازمه قوي. يعني عايز اقول لك ان بطاريته احلى من الاس 24 اف اي مثلا، اقول لك لان الموضوع بيعتمد على اكتر من حاجه، مش كل حاجه حجم البطاريه ده. بس انا طبعا اول واحد بطالب سامسونج ان هي تكبر البطاريه في الاصدارات اللي جايه. سرعه الشحن بقى حاجه مستفزه جدا، 25 واط بس في الفولد، ولما جربتها الموبايل كان 17%، اخد حوالي ساعه وربع على ما يشحن بالكامل، وده وقت اطول حبه حلوين من الالترا اللي بيشحن ب 45 واط، اللي هو لو 17% هتلاقيه بيشحن في اقل من ساعه. فدي حاجه مش مفهومه، يعني هل برضو الرفع الزياده اللي خلى سامسونج ما تعرفش تحط التكنولوجيا الشحن بتاعه ال 45 واط بتاعها في الجسم ده؟ انا مش عارف، بس الشركات الصينيه سابقه في حته البطاريه اكبر، بعيدا عن قابليه استخدامها وقت قد ايه، لان الفولد شاطر قوي في ان هو بيتعلم استخدامك، ولو انت ليك نمط او روتين معين للاستخدام اليومي زي حالاتي كده هتلاقي البطاريه ما فيهاش ازمه معاك. هي بس سرعه الشحن اللي برضه هقول لك انا بشحنه وانا نايم وبعمل باترن كده او نمط ان هو يكمل شحن اخر 20% في الوقت اللي انا المفروض اصحى فيه، حاجه كده اكيد اي حد معاه موبايل سامسونج عارفها. بس برضه لا، يعني انا اوقات كتير قوي ببقى محتاج اشحن الموبايل دلوقتي فول عشان رايح مشوار معين ومش هدور على شحن. مش عايز اطول عليك في الجزئيه دي، واكيد انت عارف برضه ان الموبايل داعم للشحن الوايرلس بقوه 15 واط. ونروح لاخر حاجه مهمه وهي الكاميرات. الكاميرا الرئيسيه اتغيرت وبقت 200 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.7 بمثبت بصري. دي مش نفس العدسه الموجوده في الالترا، دي نفس العدسه الموجوده في الاس 25 ايدج، مع عدسه ثانيه 10 ميجا بكسل تليفوت فتحه عدسه 2.4 بمثبت بصري، مسؤوله عن بورتريه 3 اكس حقيقي وبتزوم لحد 30 اكس ديجيتال، وعدسه 12 ميجا بكسل للتصوير الواسع فتحه عدسه 2.2، وعندك عدستين سيلفي 10 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 في الكفر سكرين في الشاشه الداخليه. الموبايل طبعا بيصور بورتريهات 1 و2 و3 اكس، وممكن تزوم البورتريه ديجيتال لحد 5 اكس، بس النتائج بتاعته مش بتكون احسن حاجه. الزوم بيوصل اخره بس 30 اكس، تصوير الفيديو بالكاميرا الرئيسيه 8K، ولكن لو نزلت بيه لحد 4K 60 فريم اتصور بكل العدسات، رئيسيه، الترا وايد، تيليفوتو، وعدستين السيلفي. سيبكم بقى من الكلام ده كله وخلينا نشوف تجربه التصوير بالفولد 7. تجربه التصوير بالفولد بقت احلى، الموبايل قادر يطلع صور قريبه قوي من الالترا، معظم الصور طالعه من الفولد 7 حلوه قوي، وفرق كبير على فكره عن الفولد 6 القديم. لون البشره بيكون مختلف حاجه بسيطه في الفولد عن الالترا، بالنسبه لي الالترا اوقع شويه. البورتريه ال5 اكس اللي بيتعمل ديجيتال من الفولد شكله من بعيد بيكون حلو، بس لما تزوم بيكون طبعا مش بنفس قوه الالترا، تفاصيل في الالترا حقيقيه اكتر ومنطقيه اكتر من الفولد، لان ما فيهوش عدسه حقيقيه 5 اكس زي الالترا. التصوير في اضاءه داخليه ممتاز في الفولد، ما يقلش اي حاجه عن الالترا في معظم الصور اللي صورتها 1 2 3 اكس ممتاز، هو بس ال 5 اكس اللي بيكون اقل حاجه بسيطه، ودي صور عشوائيه 2 و 3 اكس في اضاءات مش حلوه. قول لي شايف الفولد سادد مع الالترا ولا ايه الكلام؟ اما التصوير العادي مباني، لاندسكيبس، عربيات، فالتجربه متطابقه ما بين الالترا والفولد، ما لاحظتش اي فرق ما بينهم يذكر، تحس ان الصور طالعه من نفس الموبايل مش موبايلين مختلفين. الفرق الجذري ما بينهم في قوه الزوم، الفولد بعدسه تليفوتو قديمه ضعيفه هتجيب لك صور 10 اكس كويسه بس مش احسن من الالترا تماما. صور الالترا ال 10 اكس بتكون غنيه بالتفاصيل عن الفولد طبعا، ولما بتجيب اخر الفولد في الزوم 30 اكس بتلاقيه مش واضح زي الالترا. اما السيلفي فانت ممكن تصور بثلاث طرق، السيلفي الخارجي والسيلفي الداخلي، والاثنين متقاربين، بس احسن حاجه سيلفي بالكاميرا الخلفيه، الصور بتطلع ممتازه. عموما تجربه التصوير بالفولد 7 عجبتني في كل حاجه فيما عدا الزوم، ناقصه بس الموبايل ده عدسه تليفوتو قويه ومش هيقل اي حاجه عن الالترا. اسيبكم مع تصوير الفيديوهات. ودي كده تجربه تصوير 4K 30 فريم في الثانيه بالفولد 7 جنب الاس 25 الترا. شوف بقى السكين تونز والشاربنس، مش عاوز اظلم الفولد واقول ان الالترا احسن، خلينا نحكم لما نشوف على شاشه كبيره هل الفولد 7 سادد مع الاس 25 الترا بالعدسه 200 ميجا بكسل المختلفه نسبيا ولا هي. خلينا كده نروح للعدسه الالترا وايد، دي كده العدسه الالترا وايد، ونروح للعدسه التليفوتو
3X ونشوف هل في فرق في الكواليتي ولا ايه الكلام. تفتكروا مين بيصور فيديوهات احسن؟ انا دلوقتي بصور على 4K 30 فريم بالعدسه الرئيسيه للفولد 7 والعدسه الرئيسيه للاس 25 الترا، وفي ايدي الفولد 6 القديم. فوكس بقى يبقى مظبوط فين؟ مش عارف بصراحه مين الفوكس بتاعه اسرع ومين السكين تونز بتاعته افضل. دي تقريبا نفس الاضاءات اللي كنت بصور بيها الفيديو الايرول اللي انتوا شفتوه. ونشوف برضو جوده المايكات. كده كده الفولد طبعا في اكتر من مايك، مش مايك اضافي، في مايكات كتير يعني، فخلينا كده نشوف مع بعض. بالنسبه لتصوير السيلفي بقى دلوقتي بصور على 4K بالفولد 7 جنب الاس 25 الترا بالسيلفي الخارجي الموجود في الكفر سكرين. كده كده انت ممكن تصور سيلفي جامد بالكاميرا الخلفيه وانت شايف نفسك في الكفر سكرين في الفولد 7، بس خلينا نحكم على العدسه اللي موجوده في الكفر سكرين في الفولد جنب العدسه السيلفي الموجوده جامده جدا بتاعه الاس 25 الترا. السعر في مصر ما كانش لسه اتحدد وانا بصور الفيديو ده، ولكن اتمنى ان هو يعني ينزل بشكل رسمي بدون ضريبه والكلام ده، اقل من 100,000 جنيه. هنشوف. انا قايل لك من الاول ان هو موبايل رائد، موبايل غالي، عشان ده فيه كل التكنولوجيا الجديده عند سامسونج، وينفع تشغل شريحتين اتصال وما ينفعش تركب كارت ميموري وداعم للاي سيم. من الاخر كده انا رايي ان السنه دي الفولد 7 مميز جدا. سامسونج نجحت ان هي تعمل نقله كبيره في الموبايل ده، مش من ناحيه الابعاد بس اللي اكيد طبعا بقت احسن وبقى موبايل عادي جدا، ولكن من ناحيه حاجتين كمان اهمهم واولهم الشاشات، طبعا الشاشه الخارجيه والشاشه الداخليه اللي بقوا مميزين اكتر من قبل كده. والناحيه الثانيه تجربه الاداء، ده افضل تجربه سوفت وير واداء وسخونه موجوده في جسم موبايل فولد. ولكن في اخر الفيديو انا عاوزك تختار معايا بعيدا عن السعر، تختار مين افضل موبايل رائد من سامسونج. الفولد 7 بشاشتين ممتازين، خارجيه قابله للاستخدام بايد واحده، داخليه تابلت ممتازه في المالتي تاسكينج، اضافه عليهم تجربه الاداء الممتازه والسخونه القليله والوزن الخفيف والابعاد الكويسه جدا. ولا تختار الالترا اللي بزوم اقوى ودعم القلم وتعرف تمشي بيه من غير جراب اكيد، مع تجربه صوت اقوى وبطاريه افضل وشحن اسرع نسبيا. محتاج اعرف رايك ضروري عن افضل باكج سامسونج قدمته في موبايل رائد عندها في 2025 لحد دلوقتي. اكيد لو وصلت للنقطه دي احب اشكرك جدا. انا عارف ان الفيديو طويل بس حبيت انقل لكم التجربه كامله، فتتاكد انك عملت اللايك الجميل، تكتب لي كومنت حالا وتقول لي شايف مين اقوى الفولد 7 ولا الالترا، وتاكد انك عامل لنا سبسكرايب لو بتشوفنا اول مره على اليوتيوب وفعل زر الجرس علشان تشوف مراجعات جديده للموبايلات اول باول. كان معاكم احمد سعيد من موقع موبيزل. سلام. طبعا عارف ان في ناس كتير هتقول لي فولد 7 ايه ده موبايل غالي قوي. طب يا جماعه يعني ما انا بتكلم عن الموبايلات، طبيعي ان انا هكلمك عن كل حاجه، الرخيص والغالي. يعني زي حد بيتابع مثلا عربيات، ما هو بيراجع عربيات اقتصاديه او بيفرجك على عربيات اقتصاديه وبيفرجك على عربيات سوبر، وبستغرب لما بلاقي عربيات سوبر بتتعرض، عربيات غاليه جدا مش اي حد يشتريها، الناس بتهتم وبتتفرج. بتيجوا عند الموبايلات وتقف وتقولوا لا ده غالي ما اشتريهوش. ما احنا عارفين ان انت مش هتشتريه، انا بكلمك في تشوف التكنولوجيا واصله لفين، تتابع كده. يعني مش كل حاجه تتابع الحاجات الاقتصاديه والمتوسطه وحتى الفلاج شيب العادي، وتيجي عند حاجات معينه وتقول لا انا مش عاوز ابص او انا مش مهتم او انا مش عاوز اعرف الشركات وصلت لفين. عارف الموضوع شبه العربيات الكهرباء والبنزين، الحرب بتاعت الكهرباء والبنزين. يقول لك في العربيات يعني اللي هو لا يا عم العربيات البنزين قويه جدا، عربيات الكهرباء دي اي كلام. طب ما العربيات الكهرباء متطوره جدا. انا عن نفسي بحب العربيات البنزين برضه، بس ما هي العربيات الكهرباء مميزه جدا، لو جربتها هتفهم هي مميزه ليه. يلا سلام.